وصوت يا الريح خلتو يمنا ولد المليح، وصوت يا الريح خلتو يمنا ولد المليح، وصوت يا العجاج هما فلنا ولد الهجاج، وصوت يا العجاج هما فلنا ولد الهجاج. ايوا العزاز ديالي، بما انهم سمونا النقافات نكون نرجعو نديرو التنقافت. سمعتوني؟ 7 الصنايع والرزق ضايع، عادي جدا. وكاين شي عروسه بلا نقافه راه ما يمكنش. ايوا حنا قلبناها تنقفت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هاني نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وما ينقصكم حتى شي خير يا رب العالمين. عدت اليكم والعود احمد. شفنا الفيديو ديال محمد وراضيه، ما فهمنا والو 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 وما فهمنا والو. بصراحه انا ما فهمت والو اخوتي العزاز، كون صريحه معكم. قريت بعض التعاليق قال لك القضيه فيها الغموض، ما عرفنا العروسه، ما عرفنا شكون العريس، ما عرفنا هذه. بغيت نقول لكم شكون هي العروسه. العروسه جامايكا والعريس بلال. ايوا كي جاتكم جامايكا وما كنتوش تنوي بان جامايكا حشوميه وما شاء الله وما شاء الله، اللهم زد وبارك. ايه وهذا هو اللي كاين. والله بصراحه يعني التعليق كان في محله. كاين هناك غموض. احنا كنعرفوا بان العروسه كدير في الدار ديالها، فاحنا شفنا العروسه في الدار ديال خالته حفيظه. مازال ما شفناش العريس، مازال ما عرفناش العروسه. احنا حاجه واحده اللي نقدروا نقولوا، الله يجيب التيسير، الله يجيب التيسير، الله يسعدهم مع بعضهم، الله يتاويهم. هادشي اللي نقدروا نقولوا. والله العلي العظيم ما عندنا ما نزيدو، ما عندنا ما نزيدو. القضيه ما مفهومه بكل صراحه. نتمنى راضيه توضح لنا وتشرح لنا تعطينا شويه من وقتها. احنا كمتابعين ديالها من حقنا نعرفوا، ما حقنا نعرفوا شكون هي العروسه وشكون هو العريس، وهذا هو اللي كاين. طبعا الا بغات الاراده ديالها، احنا كنبقاو غير منتقدين، ما غاديش ندخلوا في الخصوصيات ديال الناس. حنا كنقولوا لهم الله يجيبكم تيسير، الله يسهل عليكم، والله يسعد كل واحد في الحياه ديالو. واللي مازال ما تزوجش الله يفرحوا بنت الناس وولد الناس، الله يفرح يعني وبنت الناس الله يفرحها بولد الناس. واللي ما عندوش الوليدات الله يطلق، الله يفك حزامه، عفوا الله يفك حزامه. هادشي اللي غنقولوا. الاجواء كانت عائليه فقط، يعني شفنا غير العائله، يعني نقدر نقولوا غير الوليدات ديال خالته حفيظه، يعني غير ولادها. كنظن هذيك غير الخطوبه، على ما انظن بان غير الخطوبه، لان مازال ما كاين حتى شي حاجه، مجرد خطوبه. الله يسعدهم في حياتهم. غادي نرجعوا لواحد النقطه اللي غادي نهضروا عليها، الله يسهل عليكم. بما اني هضرت على قبيلتي على الفيديو ديال الجنوحه مقليين، ولكن جاوني بزاف التعاليق. الضفران ديال الجنحين، تسمعوني مزيان يا المنتقدين، الجنوحه باقين بالضفران بصح، باقين بالضفيرات ديالهم، خصهم غير المانيكير، خصهم غير تشد لهم الصباغه وتصبغهم. حنا غير كنصحوا لهم الاخطاء فقط، حنا غير كنصحوا لهم الاخطاء، لان ستيلو حمار كيمرح عليهم. كنصحوا لهم الاخطاء فقط، لا اقل ولا اكثر. الجنحين باقين بالضفرين. شفتوا الحاله كيفاش يعني كيفاش خلات ديك الجنحين، وكيفاش عنكشاتهم وكيفاش عنفشاتهم، كلشي باين وكلشي واضح. غادي نرجع للنقطه الثانيه اللي كنت هضرت عليها البارح في اللايف ديال نجيب. قلت بما انها تصاحب القناه المليونيه، نتوما اللي كتمجدوا له وكتقولوا بانه واحد الانسان طيب، واحد الانسان راقي، واحد الانسان كيبغي الخير للناس، يعني هذا الانسان ما عندوش اخطاء، بان محمد هو الظالم، هو اللي سرق له التليفون، وهو اللي دار هادشي هذا كامل. وغادي نرجعوا للعم ديال نظيره. العم ديال نظيره حتى هو خايب، حتى هو ما يسواش، حتى هو عنده حساب مع صاحب القناه المليونيه وولد خوه. يعني هاد العائله هادي، كل هاد العائله هادي هما اللي مزيانين والناس كامله ماشي مزيانه، يعني هما اللي مزيانين والناس كامله اللي ماشي مزيانه. سمعتوني؟ محمد ماشي مزيان، راضيه ماشي مزيانه، بلال كذلك، نجيب ما يسواش، عائله كعبل بصفه عامه. وهذا السيد هذا مسكين، ما يعني اش دخلوا في هادشي؟
اش دخلوا في هاد المعمعه؟ اش دخلوا في هاد المعمعه؟ كلشي باين وكلشي واضح، باينه بان هاد العائله هادي ما غادي يوقفوا هاد المهزله هادي حتى توقع شي روح، الله يستر. ما غادي يوقفوا هاد الكارثه هادي حتى توقع شي روح. لا لا يقدر، لا يقدر يا سيدي ربي، ولكن كنشوفوهم غاديين غير في الطغيان، غاديين غير في الجهد وفي الطغيان. تعرضوا لبلال ميكان في تطوان وتهجموا عليه، كيتعرضوا لولد الجماعه، راكم شفتوا سمعتوا نجيب شنو قال. يعني كل شيء باين وكل شيء واضح. ولد الجماعه خايب، بلال خايب، نجيب خايب، هاد العائله هذه كلها خايبه، هاد العم ديال نظيره خايب. وهنا المتابعين ديالنا العزاز راهم فاهمين، والحمد لله فاهمين كل شيء. ولكن المتابعين اللي متبعين صاحب القناه المليونيه، بغيت نعرف غير واش فراسكم العجينه، واش عندكم المخ في الراس ولا عندكم الكرتون؟ هادشي اللي بغيت نعرف، هادشي اللي بغيت نعرف. الامور توضحت وربي بدا كيفضح، ربي الحبيب بدا كيفضح الاعمال الشيطانيه ديال هاد العائله. فدائما كنا كنقولوا الله يجيبها، الله يجيبها لكم من غير عائله كعابل، الله يجيبها لكم من غير عائله كعابل. علاش من غير عائله كعابل؟ لان دائما كتنزلوا اللومه الكبيره على عائله كعابل، هما السبب في هاد تشتيت العائله. هو ربي جاب لكم من غير عائله كعابل، جابكم من العائله ديالكم كذلك، من دمكم. مازال العطيطي، مازال العطيطي، كونوا اكيدين راه اللي دار شي ذنب يستاهل العقوبه، وبان الله يمهل ولا يهمل. اخوتي العزاز، ربي كيجمع لهم، ربي الحبيب كيجمع لهم وغادي يخلصهم في كل شيء. فراضيه عايشه الحياه ديالها بالبساطه، الحمد لله. الله يخليهم ديما مجموعين، الله يخليهم ديما فرحانين، والله يخلي خالته حفيظه كذلك ديما فرحانه ووليداتها مجموعين بها. وهذا هو المحتوى المتواضع البسيط، بدون تصنع، بلا زواق، بلا نفاق. العزاز ديالي، شكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على الدعم. الله يخطيكم عليا يا احلى واطيب متابعين. ما تنسوناش من اللايك والبارطاج مع الاهل والاحباب فضلا وليس امرا. الى فيديو قادم. اللي عجبته تنقفت يكتب لنا في التعاليق، نبدلوا الحرفه ونبدلوا المهنه. كما قلت لكم 7 صنايع والرزق ضايع. مع السلامه، الى فيديو قادم.